المكان ده من الأماكن المميزة في أمريكا لسبب، لأن هو أصلا للشموع وكده، لكن هم حاطين ديكورات لكل فصل بشكل مميز جدا، مش مجرد بس شموع. مثلا الواحد يقدر ان هو يعمل الشمعة بتاعته بنفسه ويحط ريحة اللي هو عايزها. ممكن الواحد يحط ايده في الشمع وكده ويعمل الشكل بتاع الشمع. في نفس الوقت هو فيه سناكس بقى وديكورات وحاجات تقدروا ان انتوا تشتروها، فالمكان مميز جدا كأجواء عائلية. مش عارفة المكان ده بصراحة موجود في منه فروع في كل الولايات ولا لأ. هو اسمه يانكي كاندل. وليهم يعني اللي هو الشمع الخاص بيهم هم، بس بصراحة الأسعار بتاعته شوية يعني عالية، يعني مش عالية قوي. طبعا لا، في أماكن أعلى من كده بكتير، بس أقصد يعني أعلى من أماكن تانية يعني. بس أجواء جميلة جدا، كأجواء عائلية إن انتوا تروحوا مع الأطفال وكده. فالأماكن اللي بتكون زي دي بتكون مميزة قوي، يعني إن هي بيكون فيها كذا حاجة. تمام، في مكان ان انتوا تاكلوا فيه، مش مجرد مش مول يعني، بس في مكان انتوا تاكلوا فيه، مكان انتوا تعملوا فيه أنشطة مع الأطفال. طبعا اما كل ما الأطفال تكون أصغر، يعني سوري أكبر شوية، بيكون أفضل من الأطفال تكون صغيرة. بس بشكل عام مكان ممتع. شوفوا ممكن في الولاية اللي انتوا فيها يكون اسمه ايه، او يعني ونفس الفكرة هيعجبكم قوي بصراحة التجربة.